عليكم طلاب الابطال؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم محاضره جديده ومحاضره مهمه وحلوه وممتعه من محاضرات الفصل الثاني علم النسيج. طلاب الابطال، احنا خلصنا ذنيك المحاضرات، خلصنا من شنو يتكون النسيج الضام، وايضا اخذنا اصنافه، اخذنا الرخو والكثيف. الرخو 5 اقسام: هللي وشحمي ومتوسط وشبكي ومخاطاني، هذول اقسام الرخو. الكثيف بنوعين: نسيج ضام ابيض كثيف ونسيج ضام اصفر كثيف. تمام؟ الابيض الكثيف يوجد بالاوتار منتظم، ويوجد بأدمة الجلد غير منتظم. الاصفر الكثيف يوجد بالروابط كما في الرباط القفوي لمنطقه العنق. هذني شرحناه. اليوم وين وصلنا؟ وصلنا للقسم الثاني اللي خليته هنا بالمخطط، اللي هو النسيج الضام المتخصص. قلت لكم هذا متخصص بالعظم والغضروف والدم واللمف، بالغضروف والعظم والدم واللمف، 4 نسيج متخصص. استاذ شنو متخصص؟ قلت لك هذا متقدم النسيج. زين، هذا وحده بخلايا وبالياف وبماده بين خلويه. تمام؟ اليوم راح ناخذ الغضروف والعظم. شباب، محاضره سهله ممتعه. الغضروف والعظم من اجمل مواضيع هذا الفصل، بس خلي بالك يمي. تمام؟ على مود تظل عندكم محاضره وحده اللي هي الدم واللمف. الدم به واحد شيء، ولازم ناخذ كريات الدم وكشلع قلع، وتاخذون شو اسمه الماده بين الخلويه. جدا بسيطه، والله جدا بسيطه لما تقراها عن المخططات اللي انا اعطيك اياها. تمام؟ اليوم وين وصلنا شباب؟ للغضروف. بالبدايه صلوا على محمد وال محمد، طفوا الاشعارات ونقول يا الله. يلا الغضروف شباب، نجي على الغضروف. اول شيء الغضروف هو وين يصير؟ اريد افتهم انا قبل لا اعطيك كل شيء. الغضروف وين يصير؟ بجيبي؟ لا حبيبي، هذا عظم وهذا عظم، البيناتي شنو؟ غضروف. عافيه. هو هذا شنو؟ الغضروف. زين، هذا عظم وهذا عظم، اللي بيناتي شنو؟ غضروف. اليوم راح ندرس الغضروف وندرس العظم. ندرس الغضروف وندرس العظم. اعطيك مثال. الغضروف مثلا عندك الركبه مالتك، الركبه ايش يوجد بها؟ غضروف. تمام. بعد بين الفقرات غضروف، بين فقره وفقره غضروف، واليوم راح تاخذه. القصبه الهوائيه بها غضروف. زين، بعد شباب الغضروف خصم الحكي. شايفين من تاكلون دجاجه؟ هذا اللي يصير براس العظم اللي يسمونه قرقطه، هو هذا الغضروف. اليوم بدنا نحكي على الغضروف. تمام؟ يلا فنجي على الغضروف. زين، بعد وين؟ هذا غضروف صوان الاذن بالاذن همين مثل القرقطه، فيسمونه شنو؟ غضروف. شباب خصم الحكي. 4 اللي هنا النسيج الضام المتخصص. قلت لك من نتعرف لي اياهن؟ بدايه التعريف تكتب لي نسيج ضام متخصص. ليش؟ لان ذني متخصصات. تمام؟ هذا صنف واحده من الانسجه الضامه. فنجي على الغضروف. تعريفه: غضروف هو نسيج ضام متخصص. بالبدايه عندي ملاحظه. ايش عندي؟ ملاحظه. شباب الغضروف ويا العظم شو يسوي؟ يشكل هيكل الجسم. مفهوم؟ الغضروف ويا العظم يشكل شنو؟ هيكل الجسم. يعني راح يسوي لي شو اسمه الجهاز الهيكلي، عظام ووظائف. تمام؟ فالغضروف ويا العظم شو يكون؟ هيكل الجسم. ممكن فراغ يجيك بعد، ممكن يقول لك شغله: يا الغضروف مع العظم يكون نسيج. استاذ شنو السالفه؟ شو يقول لي يكون نسيج؟ نسيج هيكلي. نسيج، هذا النسيج شو اسمه؟ نسيج ضام هيكلي. شو اسمه؟ نسيج ضام هيكلي. اخاف يجيب لك اياه شنو؟ اخاف يجيب لك اياه فراغ. تعريفه يلا بالبدايه: هو متخصص لو لا؟ اذا هو نسيج ضام متخصص. ايش بيه؟ متخصص. يكون مع العظم شنو؟ هيكل الجسم. حلو. يكون مع العظم شنو؟ هيكل الجسم. حلو. ويمتاز الغضروف. هذا الغضروف شباب قوي، القرقطه قويه. ليش؟ تعال هسه راح اقول لك ليش.
لان اكو ماده هنا بداخلها، ماده بين الخلايا. بابا هاي مو خلايا الغضروف توجد ضمن محافظ، يعني مغلفه بمحافظ. اكو ماده بين الخلايا اسمها مخاطين غضروفي. شو اسمها عمي؟ مخاطين غضروفي. طلاب الابطال، طالبات البطلات، خلي بالك يمي، اريدك تفهم لي. حلو، نسيج ضام متخصص يكون مع العظم شنو؟ هيكل الجسم. بعد يمتاز الغضروف بمقاومته للشد والضغط. يمتاز الغضروف بايش يمتاز؟ بمقاومته المن للشد والضغط. استاذ شنو يقاوم الشد والضغط؟ اي حبيبي، هذا الغضروف يقاوم لك الشد والضغط. يعني شلون؟ مثلا واحد يسحب رجلك يشدها، يسحب ايدك، هذا الغضروف ينقطع؟ ما ينقطع. اذا اضافه للروابط الموجوده به، بس هو يقاوم لك الشد. بعد ضغط. زين هسه مثلا غضاريف الركبه، انت شنو؟ او الحوض، كل مكان بين عظم وعظم تلقى غضروف. زين هذا هيكل الجسم. انت هذا جسمك بيثقل لو ما بيثقل؟ بيوزن لو ما بيوزن؟ بيوزن. جيت شلت شي سطحين على ظهرك، راح يصير ضغط على الغضروف لو ما يصير؟ يصير. لذلك شنو هو؟ يقاوم الشد والضغط، حتى الضغط عليه. هسه انت بس هذا الجسم منه هيك هو بيوزن، فشنو؟ هذا راح يقاوم الضغط لو ما يقاوم؟ يقاوم. اذا يقاوم الشد والضغط. زين هنا راح يسال سؤال، ليش الغضروف يقاوم الشد والضغط؟ الجواب: لاحتواء مادته بين الخلويه، يعني بين الخلايا، على مركب يدعى المخاطين الغضروفي. هذا المخاطين الغضروفي هو اللي ينطي قوه الغضروف، صلابه الغضروف، صلاده الغضروف، يجعله مقاوم للشد والضغط. احتواء مادته بين الخلويه على مركب شو يسمونه؟ يدعى المخاطين الغضروفي. تمام؟ مو قلنا نسيج الغضروف نسيج ضام متخصص؟ اي باوع، اذا قلت لك متخصص يعني بيه خلايا، يعني خلايا غضروفيه. شباب كل نسيج ضام اكتبها يمك، كل نسيج ضام بيه خلايا، بالياف، بماده بين خلويه. مفهوم؟ يلا تعال نجي على الغضروف، مو نسيج ضام متخصص. اي يلا بخلايا. شنو الخلايا مالته؟ خلايا غضروفيه ضمن محافظ. حلو. بعد بالياف؟ نعم، هو لونه ابيض، اذا الياف بيض دقيقه. حلو. الماده بين الخلويه المخاطين الغضروفي. هاي الملاحظه اطبعها ببالك يا ولد. شباب بنات اسمع، كل نسيج ضام بخلايا بالياف بماده. نوع الخلايا غضروف، خلايا غضروفيه. الياف مو لون ابيض، الياف بيض دقيقه. الماده بين الخلويه للغضروف هي المخاطين الغضروفي. مفهوم؟ فايش راح اقول له؟ راح اقول له بالاضافه الى خلايا غضروفيه ضمن محافظ. خلايا غضروفيه ضمن محافظ، يعني هاي الخلايا موجوده ضمن محافظ، ضمن محفظات محفوظه. هاي الخلايا ضمن محفظات طلاب الابطال. زين، يعني داخل محفظه فلوس حاطه داخل محفظه. زين، بالاضافه الى خلايا غضروفيه ضمن محافظ. بعد والياف. شو تكون؟ الياف بيض، مو هو ابيض الغضروف، الياف بيض دقيقه. تقدر تقول له وماده بين خلويه اللي هي المخاطين الغضروفي. مفهوم؟ هذا تعريف الغضروف. استاذ كمل؟ لا بعده ما كمل. ليش؟ لان انا عنده بعد شغله، وهو من هو الغضروف؟ على 3 انواع. عندنا 3 انواع من الغضاريف. حلو؟ انتبه. شو اسمه؟ اول واحد اسمه الغضروف الشفاف. تمام. بعد
هو لونه شفاف. هسه راح ناخذهن مقارنه بيناتهم ثلاثه، مقارنه مهمه وزاريه. الغضروف الشفاف بعد الغضروف الليفي الابيض. ساد ليش سميته ليفي؟ لان هذا الالياف به هواي، ذاك الالياف به قليله فيكون شفاف. بعد الغضروف المطاط، تمام؟ الغضروف المطاط، تمام؟ فطلاب الابطال هسه راح نجي ناخذ هذن مقارنه بيناتهم. اعيدها بشكل سريع، يلا. الغضروف نسيج عظام متخصص لو لا؟ اي متخصص. جماعه الانسجه المتخصصه نسيج عظام متخصص. شو يكون مع العظم؟ يكون هيكل الجسم. حلو. يمتاز الغضروف بمقاومته للشد والضغط، وهذا تعليل وزاري، تعليل وزاري مشهور اكثر مني، تمام؟ فشو يسوي؟ يمتاز الغضروف بمقاومته للشد والضغط. ليش يابا؟ لاحتواء مادته بين الخلويه على مركب يدعى المخاطين الغضروفي. هذا المخاطين، السؤال ما وظيفه المخاطين الغضروفي؟ مسؤول عن صلابه الغضروف او صلاده الغضروف ويجعله مقاوما للشد والضغط. مفهوم؟ مفهوم. بعد استاذ العظم هم نفس الحكي راح ناخذه. يمتاز العظم بصلابته. ليش؟ لان اكو ماده بين خلويه موجوده بين الخلايا مالته العظميه، بس ذيك غير ماده مو نفسها. اذن يمتاز بمقاومته للشد والضغط. ليش؟ لاحتواء مادته بين الخلويه على مركب يدعى المخاطين الغضروفي. حلو. بعد شنو؟ ما هو نسيج عظام متخصص، يعني بخلايا وبالياف وبماده، تمام؟ اذن بالاضافه الى خلايا غضروفيه ضمن محافظ، تمام؟ والياف بيض دقيقه، وهو على ثلاثه انواع: الغضروف الشفاف والغضروف الليفي الابيض والغضروف المطاط. هسه راح ناخذ الغضروف الشفاف والغضروف الليفي الابيض والغضروف المطاط. الشفاف والغضروف الليفي الابيض والغضروف المطاط، هاي مقارنه بيناتهم مهمه وزاريا، تمام؟ وكل واحد راح تعرفه وين يوجد. نجي على الغضروف الشفاف. شباب من اسمه ليش سموه شفاف؟ لو بالياف هواي بيض. احنا مو قلنا الغضروف بالياف بيض دقيقه، صح لو لا؟ بالياف. فشباب هنا خلص من الحكي، خليني اعطيك اياها. الغضروف يصنف الى ثلاثه انواع تبعا الى الالياف الموجوده ضمن الماده بين الخلويه مالته. يعني ارجع اعيد، الغضروف يصنف الى ثلاثه انواع تبعا الالياف الموجوده في الماده بين الخلويه مالته. يعني البي الياف قليله، الياف بيض قليله، يسمونه شفاف. البي الياف هواي بيض، البي الياف بيض هواي يسمونه ليفي الابيض. البي الياف مطاطيه صفراء يسمونه غضروفي مطاط. مفهوم؟ مفهوم. زين. تعال قل لي على الغضروف الشفاف. اولا ليش سموه شفاف؟ تمام؟ ليش سموه شفاف؟ يمتاز شفاف لان الالياف بقليله. يمتاز بقله الالياف البيض ضمن الماده بين الخلوي مالته، والماده بين الخلويه تكون شنو؟ شفافه ومتجانسه. مفهوم؟ يلا ليش سموه غضروف شفاف؟ اخوان كان سموه مثل هذا ابيض. ليش شفاف شباب؟ ليش شفاف؟ الالياف تكون بيه قليله لذلك هو شفاف. اذا يمتاز بقله الالياف البيض، الالياف البيض البي قليله، يمتاز بقله الالياف البيض لذلك يكون شفاف. الالياف الموجوده ضمن الماده بين الخلويه، مو قلت لك الغضروف راح يصنفونه الى ثلاث انواع تبعا الى شنو؟ الى كميه الالياف او الى تبعا للالياف الموجوده ضمن الماده بين الخلويه. اذا الياف هواي ابيض، اذا الياف قليله يكون شفاف، اذا الياف مطاطيه يسمونه غضروفي مطاط. زين. فالغضروف الشفاف يمتاز بقله الالياف البيض. يا الله، يمتاز بقله الالياف البيض. الشفاف ليش سموه شفاف؟ لان الالياف ايش بيه؟ الالياف البي شنو؟ قليله. يمتاز بقله الالياف البيض
ضمن المادة بين الخلوية والمادة تكون شفافة ومتجانسة. تعال لي على هذا غضروف ليفي أبيض. هذا ليش مسمينه أبيض؟ لأن الألياف البيض مال الغضروف بيه هواي، يعني كمية كبيرة، إذن تسود فيه كثافة الألياف البيض ضمن المادة بين الخلوية. حلو. الغضروف المطاط يا الياف السود به الالياف الصفر المرنه، فالغضروف المطاط تسود فيه الالياف المرنه المطاطيه في الماده بين الخلويه من نسبه مطاط راح تسود فيه الالياف المرنه المطاطيه ضمن الماده بين الخلويه. مفهوم؟ ارجع اعيد لك اياه على السريع. هذا شفاف لان الالياف بيه تكون قليله، الالياف البيض يمتاز بقله الالياف البيض ضمن الماده بين الخلويه والماده تكون شفافه ومتجانسه. الغضروف الليفي الابيض هذا سموه ابيض ليش؟ لان الالياف البيض بيه هواي، تمام؟ تسود فيه كثافه الالياف بكثافه كبيره، كثافة الألياف البيض ضمن المادة بين الخلوية. والمطاط تسود به الألياف المرنة المطاطية اللي هي بين قوسين الألياف الصفر. شنو بعد؟ نجي على اللون. شنو اللون؟ شفاف. شنو اللون؟ أبيض. شنو اللون؟ لونه أصفر هذا الغضروف. المين؟ مو قلت لك الغضاريف راح يقسموها 3 أقسام تبعا للألياف الموجودة ضمن المادة بين الخلوية؟ فعيني خصم الحكي. هذا ابيض شفاف لونه شفاف، ابيض لونه ابيض. هذا ليش؟ الغضروف المطاط لونه اصفر. ليش؟ بسبب وجود الالياف الصفر البي ضمن الماده بين الخلويه مالته. اوكي؟ يلا فنجي على النقطه الثانيه. ثانيا هذا اللون شفاف، هذا اللون شنو؟ ابيض. هذا اللون شنو؟ اللون اصفر. اوكي؟ بسيط والله بسيط. باوع. اول شيء على الشفاف عرفت ليش شفاف؟ لان الالياف بيه قليله. جيت على الابيض عرفت ليش ابيض؟ لان الالياف بيه هواي. جيت على الاصفر تسود بالالياف الصفر المرنه المطاطيه او الالياف المرنه المطاطيه. نفسه رجعت على الشفاف طلعت منه لونه، الابيض طلعت منه لونه، المطاط معروفها صفراء ماخذينها بالالياف الصفر. بعد راح نجي على تركيب الغضروف. شنو تركيب الغضروف؟ من شنو يتركب؟ اي غضروف شباب من يقول لك ما تركيب الغضروف، اي غضروف شفاف ليفي غضروف مطاط من شنو يتركب؟ يتركب من خلايا غضروفيه ضمن محافظ ويحتوي على شنو؟ مركب في مادته بين الخلويه على مركب المخاطين الغضروفي. هاي نجي على تركيبه. تركيب الغضروف الشفاف، غضروف الليفي، غضروف المطاط. شباب كلهن نفس التركيب. هو الغضروف تعال عوف لي شفاف وعوف لي ليفي وعوف لي مطاط. هو الغضروف شنو تركيبه؟ من شنو يتركب؟ من خلايا غضروفيه ضمن محافظ وشنو بعد؟ ويحتوي على مركب المخاطين الغضروفي في مادته بين الخلويه. خلاص تمام؟ وتقدر تقول له ويحتوي على الياف بيض دقيقه، صح؟ كله صح. اوكي؟ نجي على من شنو يتركب؟ يتركب من الغضروف من خلايا غضروفيه ضمن محافظ ويحتوي على مركب المخاطين الغضروفي ضمن المادة بين الخلوية. هذا استاذ شنو؟ نفس الحكي. كذلك هذا استاذ شنو؟ كذلك كله نفس التركيب. استاذ اقدر اضيف عليه؟ نعم تقدر. تقول له بالاضافه الى الياف بيض دقيقه. انت بس تقول له الياف بيض، نفس الحكي الياف بيض دقيقه. دير بالك هذا مو الياف بيض دقيقه، هذا الياف
مرنه. تمام تمام. فطلاب الابطال خاص من الحكي الطي هذا كلش كافي. اهم نقطه هسه راح نعطيك اهم نقطه اللي هو كل واحد وين يوجد، وهواي نوع النسيج. مثلا في كذا في كذا في كذا تنطي لفلان شفاف لي في ابيض، تقول له نسيج غضروفي لازم، هذا غضاريف. يلا هذا الغضروف الشفاف وين يوجد؟ الشفاف يوجد في اعضاء مختلفه، يعني بين قوسين وين راح يوجد، وين موجود بالضبط؟ الشفاف في جدار الرغامي، دير بالك عليه. جدار الرغامي. استاذ شنو جدار الرغامي؟ القصبة الهوائية. القصبة الهوائية اللي تروح للرئة. هاي القصبة الهوائية اسمها شنو؟ رغامي. الغضروف وين موجود؟ شباب اذا مرات شايفين لمن تذبحون بالاعياد فد ضحيه ويطلعون المعلاق، يسمونه معلاق، هم المعلاق. شايفين هاي مثل الصونده، مثل البوري، بيها من برا شايفينها هي والرئتين هيك يشيلونها، بيها من برا شنو؟ شو اسمه؟ شلون القرقطه بس شفاف. هو هذا شنو؟ هذا نسيج غضروفي شفاف. نسيج غضروفي شفاف. والله جدا سهل. اتذكر لي بالعيد يذبحون ضحيه، تمام؟ هاي الاضحيه او حتى باي مناسبه لما يطلعون المعلاق مالتهم يسمونها المعلاق، ايش بيه؟ بالرئتين والقصبه الهوائيه، تمام؟ القصبه الهوائيه هي شنو هي نسيج غضروفي نوعه شفاف، لذلك شوف الغضروف شفاف. اوكي فموجود بجدار الرغامي. زين اسالك سؤال، ما نوع النسيج اللي بطن الرغامي؟ الحرامي، صاحبنا الحرامي الباقي الشبكات الكبيره، ها فاللي بطن باوع اريد ارسم لك. هاي طالعه بالله هاي الهوائيه. انتبه وهاي الرئتين. اوكي، وهنا مثلا القلب والى اخره. شباب هاي القصبة الهوائية، انتبه اللي داخلها، اللي بطن الرغامي، اللي بطن بالداخل نسيج عمودي مطبق كاذب. والغضروف اللي موجود بجدار الرغامي من فوق، هذا نسيج غضروفي شفاف. مفهوم؟ نجي هنا على الحويصلات الرئويه، نسيج ظهاري حرشفي بسيط. اوكي مفهوم طلاب؟ ارجع اعيد. طبعا هي شايفينه شباب هيك يكون حلقي، تكون هيك مثل الحلقات. هو هذا البره نسيج غضروفي شفاف، البره موجود بجدار الرغامي. اللي بطن الرغامي دير بالك نسيج ظهاري، مو قلت لك اللي بطن كله ظهاري، نسيج ظهاري عمود مطبق كاذب. صاحبنا الحرامي باقي الشبكات الكبيره يعني موجود بالرغامي. وشنو بعد وين موجود بالرغامي؟ عفوا في بطانه الرغامي وبطانه القنوات الكبيره الغدد اللعابيه. فطلاب الابطال مفهوم عيني؟ هسه عرفت اللي يبطن وعرفت اللي يغلف. ها دير بالك مو اقول لك يغلف شو اسمه ابالك هلالي، لا دير بالك ذاك الاوعيه الدمويه والاوعيه اللمفاويه والاعصاب. هذا غضروف. انت سأل روحك غضروف لو مو غضروف. تمام؟ نسيج غضروفي شفاف وين يوجد؟ في اعضاء مختلفه منها جدار الرغامي. ما نوعد نسيج في جدار الرغامي. جدار الرغامي القصبة الهوائية. تنزل خريطة ذهنية انا مرتبها ومخلي لكم صور على مود ما تنسون. الشفاف خلي لكم صورة
قصبة هوائية، والليف الأبيض ومخلي لكم وين يوجد، والغضروف المطاط على مود ما تنسوهن. أوكي. فهذا وين موجود؟ في جدار الرغامي. نجي على الغضروف الليف الأبيض. شباب هذا وين موجود؟ الليف الأبيض هذا موجود في الأقراص بين الفقرات. وين موجود؟ باوع بين الفقرات. شنو نوعه؟ أبيض. هذا شنو؟ أبيض، غضروف أبيض، وهذا أبيض. فوين موجود الغضروف اللي في الأبيض؟ موجود في الأقراص بين الفقرات. وين موجود؟ في الأقراص بين الفقرات، اللي هو مرات شو يسوي؟ من كثرة الضغط المادة البي هذا الغضروف اللي هي نفسه مركب المخاطين الغضروفي، إذا صار ضغط على الفقرة راح ينفجر وتروح المادة على الأعصاب ويصير عندك هنا ألم. تمام؟ هاي إذا واحد يقول له أنت بيك انزلاق مثلا. تمام؟ انزلاق غضروفي، هو هذا الانزلاق الغضروفي، يعني المادة مالته تطلع إلى الخارج. أوكي؟ هاي علميا وطبيا وكل شيء دا أشرح لكم. أي عذر بعد ماكو. إذا مو 100 لا تجيني. هذا الغضروف المطاط وين موجود؟ في صوان الأذن. لذلك قلت لك ما نوع النسيج في صوان الأذن، مو تكتب لي ألياف مرنة صفراء، أنا ما حاكي لك على الألياف. نوع النسيج نسيج غضروفي مطاط. أوكي؟ هذا وين موجود؟ يوجد في صوان الأذن. هذا صوان الأذن. تمام؟ شنو نوع النسيج؟ نوع النسيج البي غضروفي مطاط. نسيج غضروفي مطاط. قرقطة هم قرقطة. أوكي؟ إذن يوجد في صوان الأذن. يلا ما نوع النسيج في الأقراص بين الفقرات؟ غضروف ليفي أبيض. نسيج غضروف ليفي أبيض. ما نوع النسيج في جدار الرغامي من برا؟ قرقطة. هاي البيضة اللي شايفينها بس تكون شفافة. نسيج غضروفي شفاف. يلا ما نوع النسيج في صوان الأذن؟ نسيج غضروفي مطاط. لهنا وانتهت شنو الغضاريف. طلاب الأسئلة الوزارية عيني. ما وظيفة المخاطين الغضروفي؟ المخاطين مسؤول عن صلادة نسيج الغضروف ويجعله مقاوما للشد والضغط. 2008 دور الأول يقاوم النسيج الغضروفي الشد والضغط. ليش يقاوم الغضروف الشد والضغط؟ لاحتواء مادته بين الخلوية، تكون صلدة، وأيضا تحتوي على مركب المخاطين الغضروفي الذي يجعله مقاوما للشد والضغط. يوجد 3 أنواع من الغضاريف. ليش يصنفون الغضاريف إلى 3 أنواع؟ تبعا لسيادة وكثرة الألياف. الموجودة ضمن المادة بين الخلوية. صار لي ساعة أحكي و1000 مرة عدتها. يصنفون الغضاريف إلى 3 أنواع تبعا لسيادة وكثرة الألياف. ألياف قليلة يسموه شفاف، ألياف هواي يسمونه ليف أبيض، ألياف مرنة مطاطية يسمونه مطاط. أوكي؟ يلا. الغضروف بصلادته بسبب احتواء مادته بين الخلوية على مركب المخاطين الغضروف ويجعله مقاوما للشد. نفس الحكي. زين. يعتبر الغضروف نسيج ضام متخصص. شباب هذا التعريف او هذا التعليل عفوا مال يعتبر الغضروف نسيج ضام متخصص، يعتبر العظم نسيج ضام متخصص، يعتبر الدم نسيج ضام متخصص، يعتبر الليف نسيج ضام متخصص. ليش متخصص؟ لان بيه خلايا وبيه الياف وبيه ماده بين خلويه. فتجي تشرح لي اياه مثلا ليش الغضروف نسيج ضام متخصص؟ لان بيه خلايا غضروفيه ضمن محافظ، وبيه الياف بيض دقيقه، وايضا يحتوي على الماده بين الخلويه مركب يدعى المخاطين الغضروفي، والياف بيض دقيقه. وهو متخصص لانه يشكل مع العظم هيكل الجسم. يقول لك متخصص، تقول له الخلايا اي تعليل، يقول لك متخصص تحكي له الخلايا والالياف والماده بين الخلويه الموجوده به. فهسه الغضروف شنو نوع الخلايا؟ خلايا غضروفيه ضمن محافظ. الالياف الموجوده به شنو؟ الياف بيض دقيقه. والماده بين الخلويه اللي هي مركب المخاطين الغضروفي. يكون صوان الاذن مرن ومطاط. يكون صوان الاذن مرن ومطاط. ليش؟ لانه غضروف نسيج غضروفي.
تسود فيه الالياف المرنه المطاطيه الصفراء التي تعطيه مرونه ومسؤوله عن المرونه وتكون مرنه وسهله التمدد، تمام؟ تعطيه المرونه والمطاطيه. سمي الغضروف الشفاف بهذا الاسم. ليش سموه شفاف؟ بسبب قله الالياف البيض ضمن. ليش شفاف؟ ليش شفاف؟ لان ما بيه الياف هواي، يمتاز بقله الالياف البيض ضمن الماده بين الخلويه، تمام؟ والماده بين الخلويه تكون شفافه ومتجانسه. قال ما نوع النسيج؟ هواي جاي والله مشهور اكثر مني. والعباس ابو فاضل صيوان الاذن. عليك العباس جاوبني، ما نوع النسيج في صيوان الاذن؟ يلا عليك العباس جاوب. والله اللي يجاوب انطيه فلوس. خل اشوف ايش قد بجيبي، هاي امكانيتي كلها. انطيك ربع، اللي يجاوب انطيه ربع. يلا، ما نوع النسيج في صيوان الاذن؟ نسيج غضروفي. والله بطل، هاك هذا ربع، خليه يمك هنا، دير بالك الضيعه. اوكي، هاك هذا الربع الثاني كهرباء، راح اطلع روحه اليوم، انا ادري بروحي. اوكي، وهذا ال 500 جي صار 1000. هاي كل ميزانيتي، خلوها يمكم يا ولد. اوكي يا الله، كل ما صور تطفى الكهرباء. المهم يقول لك بين موقع ما ياتي. نسيج غضروفي مطاط وين يوقع؟ صيوان الاذن. يلا، المخاطين الغضروفي في الماده بين الخلويه للغضروف. زين، حدد المسؤول صلاده الغضروف من ينطي للغضروف القوه. مركب المخاطين الغضروف، هاي اسئله وزاريه. حدد المسؤول عن تنوع الغضاريف. ليش عندي 3 انواع من الغضاريف؟ تبعا لكثره ولسياده الالياف الموجوده في الماده بين الخلويه. اوكي، عرف المخاطين الغضروفي. هو مركب مسؤول عن صلاده نسيج الغضروف ويجعله مقاوما للشد والضغط، ويوجد في الماده بين الخلويه للغضروف، بالاضافه الى وجود الياف بيض دقيقه وخلايا غضروفيه ضمن محافظ. يعني انت مو تعطي نسيج الماده بين الخلويه، تشرح المخاطين الغضروفي وتعرف له اياه، ايش تنطي اياه؟ تقول له بالاضافه الى الياف بيض دقيقه موجوده، شنو وظيفته؟ المخاطين الغضروفي وين يوجد؟ تمام؟ وش تنطي بعده؟ يعني هو مثلا شلون تعرفه؟ تقول المخاطين الغضروفي هو مركب يوجد في الماده مسؤول عن صلاده الغضروف او صلاده الغضروف، ويوجد وين؟ في الماده بين الخلويه للغضروف. تمام؟ ويجعل الغضروف مقاوما للشد والضغط. اوكي؟ الموقع في الماده بين الخلويه للغضروف قلت لك، اضافه شكويا اكو الياف بيض دقيقه وخلايا غضروفيه ضمن محافظ. الفراغات يقول لك تكثر الالياف فراغ يا الياف لو بيض لو صفراء لو شبكيه في الماده البينيه لتكسب القوه الغضروف. انتبه، توجد الياف على مود تكسب الغضروف قوه. يا الياف الموجوده بالغضروف الياف بيض دقيقه. زين، بالاضافه الى مركب بالغضروف اسمه فراغ، مركب المخاطين الغضروفي. تكثر الالياف فراغ او الفراغ في الماده البينيه للغضروف الفراغ وتكسبه مرونه. تكثر الالياف المرنه المطاطيه في الماده البينيه للغضروف المطاطي او المطاط تكسبه المرونه. شباب، سؤال بال95 اسئله حلوه، اسئله ال95 يقول لك كيف تميز مجهريا؟ شلون هسه اني شلون راح تميز مجهريا بين من وبين من؟ بين غضروف القصبه الهوائيه، قصد الغضروف الشفاف، شلون تميز بينه؟ واخر في صيوان الاذن المطاط. انا جبت لك مجهر وانطيتك قصبه هوائيه وانطيتك صيوان الاذن، شلون راح تميز بين الغضاريف؟ تعرفه شفاف، هو يكون لونه شفاف ويمتاز بقله الالياف البيض ضمن الماده بين الخلويه. تمام، والماده بين الخلويه تكون شفافه ومتجانسه. زين، ذاك شلون راح تعرفه مطاط؟ شلون تميز بين الشفاف والمطاط؟ هذا يكون شفاف. ليش؟ لانه يمتاز بقله الالياف البيض ضمن الماده بين الخلويه مالته. اوكي، والماده تكون شفافه ومتجانسه. هذا شلون تعرفه مطاط؟ يكون لونه اصفر. يكون لون مطاط اصفر، يكون لونه اصفر لان تسود فيه الالياف المرنه المطاطيه ضمن الماده بين الخلويه. انتهينا. اوكي، الابطال طلاب الاساطير، خلصنا الغضروف، راح نيجي على اليمين على العظم. على العظم. نسيج ضام متخصص ولا؟ اكيد. اذن نسيج تعريفه، وهو نسيج ضام متخصص. اقول لك من الاقوى؟
العظم لو الغضروف؟ العظم. اذا اكثر صلابه. ليش؟ من النسيج الغضروفي. اكثر صلابه منين؟ من النسيج الغضروفي. زين هسه واحد راح يسال سؤال، زين استاذ ليش الغضروف عفوا العظم اكثر صلابه من الغضروف؟ اي مو هذا الماده بين الخلويه بين الصفائح العظميه اقوى من الماده المخاطنه الغضروفي، وذلك لاحتواء مادته بين الخلويه على املاح الكالسيوم. مادته بين الخلوي على نسبة كبيرة من أملاح الكالسيوم. من هو هذا؟ العظم. هنا هاي المادة بين الخلوية مالت العظم شو اسمها؟ اسمها أملاح الكالسيوم. ليش يقول لك يابا المكسورة ايده اشرب حليب يابا اشرب حليب؟ ليش؟ لان الحليب بيه كالسيوم. ليش؟ على مود يبني العظم. فالمادة البينية للصفائح العظمية للخلايا العظمية املاح الكالسيوم. شباب املاح الكالسيوم تتكون من كربونات الكالسيوم، لو نجي نفسخها املاح الكالسيوم من كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم، وهذين الاثنينات شنو؟ املاح لا عضويه. مفهوم؟ مفهوم. فهو نسيج ضام متخصص. من هو العظم؟ اكثر صلابه من النسيج الغضروفي. ليش؟ لاحتواء مادته بين الخلويه على املاح الكالسيوم التي تتكون من كربونات الكالسيوم وبعد وفوسفات الكالسيوم. حلوين؟ حلوين. كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم، وذن الاثنينات شنو؟ املاح لا عضويه. املاح شنو؟ لا عضويه. اوكي؟ اوكي زين استاذ بعد بيه؟ اي بعد بيه. بالاضافه الى الحمد لله والشكر لله. بالاضافه الى شنو؟ بعد ايش بيه العظم؟ هو مو نسيج ضام متخصص؟ نعم. اذن بالاضافه الى نفس الحكي خلايا عظميه ضمن محافظ. ضمن شنو؟ ضمن محافظ. بعد والياف بيض دقيقه. ساوي الماده ما كتبتها وغير هي انا حاطها فوق. وينها؟ هياته. وذلك لاحتواء مادته بين الخلايا على نسبه كبيره من املاح الكالسيوم. املاح الكالسيوم هي الماده بين الخلويه للعظم. مفهوم؟ مفهوم. زين استاذ العظم بانواع؟ اي حبيبي بانواع، وهو على نوعين. العظم على نوعين. شبيه وشبيه؟ ويكون على نوعين. عندك عظم اسمه المصمت والعظم الاسفنجي. هذا العظم. اذب الاقلام وفهمك الحكي. انتبه. جينا على العظم. العظم نسيج ضام شنو؟ نسيج ضام متخصص. العظم اقوى ولا الغضروف؟ العظم اقوى. اكثر صلابه منين؟ من الغضروف العظم. حلو. زين شنو اللي يخلي العظم اكثر صلابه من الغضروف؟ وذلك بسبب احتواء مادته بين الخلويه على نسبه كبيره بهواي نسبه كبيره من املاح الكالسيوم. منين عمي؟ من املاح الكالسيوم اللي تتركب منين هاي الاملاح؟ من كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. من كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم، واثنيناتهم املاح لا عضويه. هاي اللي تنطي شنو؟ قوه للعظم. حلو زين. بالاضافه الى شنو؟
هو العظم مو ابيض؟ لو مو ابيض اي الياف بيض دقيقه، وبعد شنو بي؟ وخلايا، شوف اذا غضروف خلايا غضروفيه ضمن محافظ، واذا عظم خلايا عظميه شنو؟ ضمن محافظ، والياف بيض دقيقه، والماده املاح الكالسيوم. ايش كم نوع بي؟ الغضروف، هاي مقارنه دير بالك، الغضروف بثلاث انواع، شفاف وليفي ابيض ومطاط، والعظم بنوعين، المصمت، العظم المصمت والعظم الاسفنجي. استاذ مفهوم استاذ رحمه الوالدي، شنو عظم مصمت شنو عظم اسفنجي؟ هذا ايش دا يحكي؟ انا اقول لك ايش دا يحكي يا شباب. العظم المصمت انا اسميه العظم المليان. شنو هو العظم المليان؟ يعني ما بي فراغ بالداخل، ما بي فراغ، مليان ملي يعني باوع. هذا العظم تمام ما بي فراغ بالنص، مليان كله صفائح عظميه. هسه راح ناخذه مليان كله صفائح عظميه. استاذ والعظم الاسفنجي؟ شباب هذا الماده تترتب بشكل حواجز وعوارض، تمام؟ يعني بي فراغ، هاي الفراغات يمليها نقي العظم. نقي العظم مرات الجهال بالبيت يسمونه المخ، هذا شايفين من هيك العظم يطلعون هذا اللي بداخله، هذا نقي العظم، نوع النسيج. انتبه، نقي العظم ما نوع النسيج بنقي العظم. بس اللي مركز بالمحاضرات راح يعرف شنو نوع النسيج بنقي العظم. اكتب لي بالتعليقات ما نوع النسيج بنقي العظم. نسيج ضام، اي وصلت ان شاء الله وصلت. اوكي، فهسه راح نجي ناخذ العظم المصمت والعظم الاسفنجي. مسرع مشى ونادى هنا على ديار. هذا العظم المصمت، هذا شنو؟ هذا العظم المصمت، يعني انا اسميه العظم المليان اللي ما بي فراغ. اوكي هذا العظم المصمت. شو نسميه احنا؟ نسميه العظم المليان، العظم اللي ما بي فراغ. طلاب الابطال، هاي الماده البينيه اذا تشوفونها بين الصفائح العظميه، يعني بين قوسين الماده البينيه للعظم كله اللي داخل العظم. زين، ايش بيها هاي؟ الماده البينيه للعظم المصمت تكون مرتبه بشكل صفائح عظميه. صفائح عظميه عندك ثلاث انواع. الماده البينيه، انتبه، الماده البينيه للعظم المصمت تكون مرتبه على شكل صفائح عظميه. اقول لك انا اذا درسك عظم لو مو عظم، عظم مليان ما بي فراغ. الماده البينيه اذا تشوف صفائح عظميه، البره صفائح عظميه يسمونها محيطيه، بالنص متحده المركز، بالنص وبين البره يسمونها صفائح بينيه. باوع هذا العظم، البره شو اسمها؟ صفائح محيطيه. هاي اللي بالنص اسمها صفائح متحده المركز، تكون قناه هافرز، والبيناتهن صفائح شنو؟ بينيه. يلا، هاي محيطيه، صفائح محيطيه، وهاي بينيه، وهاي شنو بالنص؟ صفائح متحده المركز. مفهوم؟ المادة البينية تتوزع، المادة البينية لنسيج العظم المصمت طبعا إلى ثلاثة. شلون تتوزع؟ صفائح، ثلاث أقسام: صفائح محيطية، اثنين صفائح متحدة المركز برا، يعني توازي السطح الداخلي والسطح الخارجي للعظم، توازي السطح الداخلي والسطح الخارجي للعظم. هاي الصفائح المحيطية. اوكي، صفائح هاي ايش بيها؟ هاي توازي السطح الداخلي والخارجي للعظم.
توازي السطح الداخلي والسطح الخارجي للعظم. الصفائح متحدة المركز، هاي المتحدة المركز تحيط بقناة مركزية تدعى قناة هافرس. هاي اللي بالنص قناة هافرس، شنو وظيفتها هسه جايك. اوكي، اذن الصفائح متحدة المركز هاي تحيط، الصفائح المحيطية ذي توازي السطح الداخلي والخارجي للعظم. صفائح متحدة المركز هاي تحيط بقناة مركزية، شو يسمونها؟ يسمونها قناة هافرس. الصفائح البينية هذه اللي ظلت، هذه راح تملأ المسافات بين أجهزة هافرس. أستاذ شنو أجهزة هافرس شباب؟ هاي الصفائح اللي دا تحيط، هاي الصفائح العظمية اللي دا تحيط بهاي القناة المركزية يسمونها باوع صفائح عظمية، هياتها قناة هافرس. والصفائح اللي دا تحيط بيها يسمونها جهاز هافرس نسبة للعالم هافرس اللي اكتشفها. تمام؟ فهاي شنو باوع الصفائح اللي دا تحيط بهاي القناة المركزية. الصفائح اللي دا تحيط شنو بهاي القناة المركزية هذا كله شو يسمونه؟ يسمونه جهاز هافرس. الصفائح العظمية وقناة هافرس يسمونه جهاز هافرس، والفراغ دير بالك عليه وزاري. زين، الصفائح البينية راح تملأ المسافات بين أجهزة هافرس والصفائح المحيطية، تملأ المسافات بين أجهزة هافرس والصفائح المحيطية. مفهوم؟ هذا شنو؟ انتبه الطلاب، هاي 1 2، هاي ألف، هاي باء، هاي جيم، تنزل 3. قناة هافرس، قناة هافرس. طيب طلاب، هاي طلاب هسه نجي على قناة هافرس. هذا الموجود داخل العظم شنو؟ اللي هاي القناة، هاي القناة على طول العظم، على طول العظم، شنو وظيفتها؟ شباب هاي قناة هافرس اكتشفها العالم هافرس. وظيفته هي قناة مركزية، يعني توقع بمركز العظم. هياتها هاي، شوف مركز العظم. دا تشوفون هذا الاخضر، عفوا الازرق، هذا وريد، والاحمر شريان، وهذا النقطة السوداء هي العصب. هاي تمر من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للعظم. هو العظم يريد شيء يغذي لو ما يريد؟ يريد دم يوصل لو ما يريد؟ أكيد يريد يا حبيبي. فهنا قناة هافرس قناة مركزية، قناة مركزية وظيفتها شنو؟ يلا سؤال هسه راح اعطيك اياها. قناة مركزية تمر من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للعظم. طلاب سؤال وزاري مهم، ما موقع ووظيفة قناة هافرس؟ الموقع تتوسط الصفائح العظمية المتحدة المركز في العظم المصمت. الموقع مالتها تتوسط الصفائح العظمية المتحدة المركز بها عظم بالعظم المصمت. الوظيفة تمر من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للعظم. نعيدها، ما موقع ووظيفة قناة هافرس؟ الموقع وين؟ الموقع تتوسط الصفائح العظمية المتحدة المركز. وين الموقع؟ تتوسط الصفائح العظمية المتحدة المركز بالعظم المصمت، يعني بالنص واقع. وظيفتها تمر من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب المغذية للعظم. مفهوم؟ زين. ايش ظل عندك؟ ظلت قنوات أخرى اللي هي اسمها قنوات فولكمان. شو اسمها؟ قنوات فولكمان. اكتشفها العالم فولكمان. هاي القنوات اللي لقاها فولكمان انه هي تربط قنوات هافرس مع بعضها. شو تسوي هاي القنوات؟ تربط قنوات هافرس مع بعضها. فآخرا ورابعا قنوات
قنوات فولكمان شنو وظيفتها؟ تربط قنوات هافرس مع بعضها البعض. طلاب عيني يلا انتبه. ما موقع ووظيفة قنوات فولكمان؟ الموقع بين قنوات هافرس او بين اجهزة هافرس، نفس الحكي، بين اجهزة هافرس او بين قنوات هافرس في العظم المصمت. الوظيفة شني؟ تربط قنوات هافرس مع بعضها البعض. اوكي شلون اقول لك؟ كلكم شايفينه انتم بس ما تدرون وين شايفينه. المادة البين الخلوية ما تترتب بشكل منتظم بالعظم الاسفنجي، تترتب بشكل حواجز وعوارض تتفرع وتلتقي مع بعضها البعض، تحصر بينها فراغات. هاي الفراغات راح يمليها شنو؟ راح يمليها نقي العظم. مفهوم؟ العظمية تكون غير مرتبة كترتيب العظم المصمت، تكون غير مرتبة كترتيب العظم المصمت، تتخذ شنو؟ حواجز وعوارض. باور حاجز وعارض، حاجز وعارض، حواجز وعوارض، تمام؟ تتفرع وتلتقي، تتفرع وتلتقي وتحصر بينها مسافات يشغلها شنو؟ نقي العظم. ما نوع النسيج بنقي العظم؟ نسيج ضام فراغ. عليكم هذا مفهوم عيني؟ يعني مو مثل هذا، لا هذا مليان، هذاك لا حبيبي، هذاك واحد اسفنجي. العظميه باوع هذا ماكو بداخله فراغ، هذاك بداخله فراغ راح يصير، هذا الفراغ يترسم منه نقي العظم، يمليه نقي العظم. حلو. الماده تترتب بشكل الصفائح العظميه تترتب بشكل حواجز وعوارض. كلكم شايفينه، اذا شايفين عظم يصير مثل الاسفنجي. باوع عليه هيك شلون المزرف هالشكل، يعني شلون اللي هيك نفس هذا الشكل بالضبط، هو هذا العظم الاسفنجي. الاسئله الوزاريه: وجود قنوات هافرس وفولكمان في العظم. قنوات هافرس تمر من خلالها الاوعيه الدمويه والاعصاب المغذيه للعظم، وقنوات فولكمان تربط قنوات هافرس مع بعضها البعض. زين سؤال: العظم نسيج ضام اكثر صلابه من الغضروف لاحتواء مادته بين الخلويه على املاح الكالسيوم، وتكمل. تمام؟ المكونه من كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم واملاح لا عضويه تعطي صلابه العظم والى اخره، بالاضافه الى الالياف البيض. النسيج العظمي نسيج ضام متخصص. مو قلت لك اي واحد يقول لك متخصص تحكي له على الخلايا البي، لانه يحتوي على خلايا عظميه ضمنها محافظ والياف بيض دقيقه وماده بين الخلويه. شنو اهميه قنوات هافرس تتوسط الصفائح العظميه المتحده المركز في العظم المصمت. الوظيفه تمر من خلال الاوعيه الدمويه والاعصاب المغذيه للعظم. شباب عيني، الغضروف والعظم يقول لك يا عدان نسيج دعامي للجسم. ليش؟ لانهم يقدمان شنو؟ الدعم والاسناد للجسم. ليش؟ بسبب صلابتهم. زين الصلابه منين جايه؟ لاحتواء الماده البينيه للغضروف على مركب المخاطين، والعظم على املاح الكالسيوم. الماده البينيه. اوكي. يتالف جهاز هافرس من فراغ. انتبه، جهاز هافرس من قنوات هافرس والصفائح المتحده بها كلها يسمونها جهاز هافرس، فجاي فراغ. يتالف جهاز هافرس من الصفائح المتحده المركز وقناه هافرس. قنوات مستعرضه تنطهيها، وين موجوده وشنو موقعها وشنو وظيفتها والى اخره. مقارنه بين قنوات هافرس وقنوات فولكمان. قناه هافرس تكون قناه مركزيه طويله في العظم المصمت، قلت لك على طول العظم، قناه مركزيه طويله في العظم المصمت. قنوات فولكمان نسيت ملاحظه ما قلت لك، قنوات فولكمان تكون قنوات مستعرضه شباب. باوع هافرس على طول العظم قناه طوليه، فولكمان لا، قنوات مستعرضه بالعرض تتبين في المقطع العرضي للعظم. اوكي. تربط قنوات هافرس. انتبه هسه قنوات هافرس طويله، فولكمان مستعرضه.
هذيك تمر من خلالها الأوعية، وهاي تربط قنوات هافرس فولكمان. قناة هافرس تترتب حولها الصفائح العظمية المتحدة المركز مكونة معها جهاز هافرس. الفولكمان لا تترتب حولها شنو الصفائح العظمية. اوكي، مقارنة جاء ب 2015 خارج القطر ومكررة وزاريا. العظم والغضروف. العظم نسيج ضام أكثر صلابة. العظم نسيج ضام أكثر صلابة من النسيج الغضروفي، يحتوي على مادة بين الخلوية على أملاح الكالسيوم. الغضروف يمثل الغضروف نسيج ضام أقل صلابة من العظم، ويحتوي على ألياف بيض وألياف شنو مطاطية. إذن هذا باع العظم أكثر صلابة، الغضروف أقل صلابة. العظم نوعين، مصمت واسفنجي. الغضروف 3 أنواع، شفاف وليفي أبيض ومطاط. أوكي يوجد منه نوعان هسه. أوكي بعد 3. هذاك الغضروف يحتوي على المخاطين الغضروفي، العظم ما يحتوي على المخاطين الغضروفي. أوكي بعد العظم يحوي هافرس وفولكمان، هذاك ما بي هافرس وفولكمان. شباب المقارنة تنطي النقاط المختلفة، كل ما تعطي نقاط مختلفة يكون أحسن. قارن بين العظم المصمت والعظم الاسفنجي هذولي. اوكي شنو باول، شنو الموجود هنا وشنو ما موجود هنا. هاي المقارنة عيني. العظم المصمت المادة البينية صفائح عظمية مصمت مرتب ب3 أشكال. المادة البينية مترتبة ب3 أشكال محيطية متعددة المركز صفائح بينية. اوكي الاسفنجي المادة البينية صفائح عظمية غير مرتبة كترتيب العظم المصمت. هاي نقطة. تجي تعطي الاشكال شلون هسه. هذه موجودة 3، هذيك حواجز وعوارض هالشكل باوع. الصفائح العظمية قسم منها مرتب بشكل صفائح محيطية متعددة المركز وبينية. الاسفنجي تترتب بشكل حواجز وعوارض. الصفائح العظمية غير منتظمة تتفرع وتلتقي وتحصل بينها مسافات يملاها نقي العظم. هذا يحتوي على هافرس وفولكمان، ذاك ما بي هافرس وفولكمان. هذا وجود أجهزة هافرس نفس الحكي، ذاك لا توجد أجهزة. هذا أكثر صلابة من هو المصمت، أكثر صلابة من العظم الاسفنجي. هذا أقل صلابة من العظم المصمت. هذا أكثر هذا أقل. ليش شباب؟ لأن هذا مليان فيكون قوي، هذا اسفنجي ما راح تقول ليش ينكسر. أوكي لهنا انتهت محاضرتكم، واشوفكم بالمحاضره الجايه ان شاء الله. محاضره ممتعه واستمتعتوا بها، وتكون ايضا محاضره سهله ما بها شيء. نشوفكم بالمحاضره الجايه طلاب الابطال. راح يكون عندنا نسيج الدم والليمف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما نوع النسيج؟ عليك العباس جاوبني. ما نوع النسيج بصوان الاذن؟ انطي ربع اللي يجاوب. هاي ميزانيته كلها. انطي ربع اعطيني طفل كهرباء. اوكي طلاب اوكي.